في 3 دقايق بس هترجع بشرتِك بشرة كده كلّها نضارة وحيوية، بشرة زي الزبدة خالية من أي عيوب، بأفضل 3 ماسكات جايباهم لِك طلعت بيهم من السنة دي، بجد يعني دول كنز لأي بنوتة بتهتم بشرتها تبقى في أحسن حال. النهارده جايبة لِك أقوى 3 ماسكات هتعمليهم بأقل الإمكانيات اللي عندِك، مكونات اقتصادية جدًا من مطبخِك. ماسك القهوة وجل الصبار ده أول ماسك معانا، فظيع لتفتيح الهالات السودا والتصبغات وسكراب للبشرة، الشفايف. بصوا خطير، ممكن تعملي برطمان كبير كده وتستخدميه للجسم وللوجه، بيشيل تصبغات بطريقة خطيرة. تاني ماسك معانا ماسك الشاي الأخضر والزبادي والعسل، ده برضو رهيب للهالات السوداء ورهيب برضو للبشرة الدهنية، خصوصا اللي بتعاني من الحبوب النشطة وإفراز الدهون في البشرة بزيادة والرؤوس السوداء والدهون اللي في البشرة، بيقلل الكلام ده كله. بجد من أحلى الماسكات اللي تجربيها. تالت ماسك بقى اللي انا شلته للاخر، ده بقى خطير، ماسك كده كنز. تخيلوا واحدة عمرها 62 سنة كل اعتمادها في الحياة على الماسك ده، هو اللي يعني السبب في والسر في بشرتها اللي كلها نضارة وحيوية. بتخلط مية الورد او جل الصبار مع الخميرة وتخلطهم كويس لحد لما يبقى خليط كريمي، تفرد على البشرة ربع ساعة نص ساعة على حسب ما هياخد وقت كده لحد ما ينشف. تفرك البشرة تغسلها، تطلع من دون اي ميك اب، بدون اي كريمات غالية، بدون حقن البوتوكس والفيلر. قالت ان ده بديل حقن البوتوكس والفيلر الغالية. هو ده السر لأي ست فوق 40 سنة بشرتها خلاص كده يعني حست ان هي باهتة وفي خطوط بدأت تظهر وكل ده، دي بترجع لبشرتك الحيوية والنضارة. اقوى 3 ماسكات هتجربيهم. زودي جل الصبار او مية الورد لحد لما يبقى الخليط كريمي، ممكن تضيفي الزبادي زي ما انا حطيت كده حاجة صغيرة جدا، بتساعد على ترطيب وتفتيح البشرة. الماسك ده وهمي، بتستخدميه كده تحسي ان بشرتك حطيتي لها فلتر، يغنيكي عن الميك اب، بوتوكس، فيلر، حاجات التجميل عموما هتستغني عنها تماما بعد الوصفة دي، هتدعيلي بجد عليها. استخدميه الاول على اي منطقة كده عشان تجربي اختبار الحساسية، ايدك او رقبتك، وبعد كده استخدميه طول ما عندكيش حساسية منه ولا من اي مكونات. استخدمي الماسك عادي جدا، ربع ساعة، تلت ساعة، نص ساعة. كرريه بس خلال الاسبوع 3 مرات عشان تاخدي نتائج حلوة وتحافظي على النتيجة الحلوة بتاعته باستمرار. خميرة فورية او خميرة بلدي، وهتستخدميها بالطريقة اللي انا شرحتها لك. لو عندك اي استفسار اكتبيه.